عاجل وبالفيديو. قرار صادم وردنا قبل قليل. جلالة الملك يتدخل وإعلان إلغاء عيد الأضحى رسميا بالمغرب اليوم، ومفاجأة صادمة ستهز المغاربة. شاهد ماذا حصل. ولكن إذا كنت مسلم ومغربي ومتضرر جراء غلاء المعيشة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. يعيش المواطن المغربي خلال الشهور الأخيرة وضعا معيشيا صعبا وأزمة قاسية بسبب الغلاء والارتفاع الصاروخي لمجموعة واسعة من المواد الغذائية والمحروقات، ولا تفصلنا سوى شهور قليلة على حلول عيد الأضحى المبارك. وفي خضم هذه الأزمة أكدت مصادر خاصة على أن عيد الأضحى هذا العام سيتم إلغاؤه بالمغرب، وسيمنع المواطن المغربي من إقامة هذه السنة الإبراهيمية على الأرجح، مثل ما حدث في عام 1996 بعد أن أعلن الراحل الملك حسين الثاني إلغاء عيد الأضحى بسبب الأزمة المعيشية الصعبة التي عاشها المواطن المغربي في تلك الفترة، والتي ها هي تتكرر هذه السنة وأشد قسوة. كما أكد الوزير الداودي على أنه على المغاربة أن يعوا أن الأضحية سنة وليست فرضا، وأعتقد أننا في ظروف استثنائية، ولا شك أن إصدار هذا القرار سيخفف العبء عن الأسرة الفقيرة ويرفع الحرج عنها. وبهذا إن قرار إلغاء عيد الأضحى بالمغرب لهذا العام وارد وبشكل كبير. وفي النهاية لا تنسوا إخبارنا في التعليقات هل أنتم مع هذا القرار أم ضده، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.